في الفيديو ده هشرح لك إضافة ويب أوتوماتيك، الإضافة اللي بتخليك تنشر المقالات بشكل تلقائي وتعدل عليها وتبقى حتى كمان متوافقة مع السيو. تقدر تنزل لحد 1000 مقال في اليوم، ده كله بإضافة بسيطة جدا وبخطوات مش هتاخد منك وقت ولا مجهود كتير. فخلينا مع بعض خطوة خطوة وأقول لك إزاي تشتغل. أول حاجة هتحمل الإضافة، طبعا هتلاقيني سايب لك الرابط بتاعها في وصف الفيديو. وبعدين هندوس اد بلجن، هنرفع الإضافة، هنخش هنا هي ويب أوتوماتيك، بعدين هندوس انستول، نستناها لحد ما تخلص، هندوس تفعيل الاضافه، هنلاقيها ظهرت عندنا هنا. هنيجي هنا وهندوس اد نيو كامبين، هنسمي الكامبين اي حاجه، مثلا هنسميها روايه واحده واحده بقى معايا وركز في اللي جاي. تمام. هنا هنختار الكامبين هتشتغل ازاي، هل هتشتغل بالاي اي ولا هتشتغل بالفيدز مثلا اللي هي الار اس اس او جوجل نيوز جوجل ترندز. كل الخيارات دي متاحه عندك، لكن اللي هشرحه لك النهارده هو بالار اس اس. هندوس على فيدز، هنا بيقول لك انت عايز الحد الاقصى من المقالات قد ايه، نخليه اعلى حاجه. وهنطلع فوق هنا على الشمال، يقول لك عايز المقالات تنزل كل قد ايه، نخليه كل دقيقه، او خليه دلوقتي في الشرح كل 5 دقايق عشان انا مش عايز مقالات تنزل اصلا عندي، فهنخليه مقال واحد. هنخليه هنا دقيقه مش ساعه ولا يوم. وبعدين دلوقتي ناقص حاجه، عايزين رابط ال RSS بتاع الموقع اللي احنا هناخد منه المقالات. تمام. هنروح مثلا هنا على مدونة مكتبة حواء، هتلاقي عندنا اضافه هنا بتاعت ال RSS. هنا الفيديو مش جايبها لكن هسيب لك برضو الاضافه ايه، في وصف الفيديو. هندوس، هنشوف هيطلع لنا الرابط ولا لأ. طلع لنا هنا الروابط، هناخد كل الروابط ونحطها هنا. تمام. طالما هو طلع لك الروابط، اي موقع تقدر تجيب منه ال RSS بتاعه يبقى يقدر ان هو يسحب لك مقالات. هننزل تحت هنا، كل طبعا دي خيارات لشكل المقال، ياخد الصور ولا لا، يعمل لك كل حاجه، هتقدر تتحكم في كل حاجه. هنا مثلا العنوان، عايزين نعدل على العنوان، فنخلي مثلا في نهاية كل عنوان يكتب the last line. تمام، أو يكتب مستر كام، يلا. وهنا ممكن تخلي البوست عبارة عن منشور ولا صفحة ولا ويب ستوري ولا أيا كان. تقدر تنزله باسم مين، تخليه منشور أصلا ولا برايفت ولا يبقى اللي أنت تراجعه الأول. وكل الخيارات دي إنك تحط كي ووردز، مثلا إن هو المقال يتحول لكي ووردز، الكلام ده كله. هنطلع فوق، خلصنا كده، هندوس على نشر. تمام. كده هو جاهز ان هو يشتغل. بعد ما يظهر عندنا هندوس على run campaign. لو دوست هنا اول مقال هيظهر معانا، هيبدأ يسحب لك فعلا كل 5 دقايق ينزل لك مقال جديد. اهو نزل لنا دلوقتي رواية قائمة جوائز. بس كده الموضوع بسيط جدا، الإضافة قوية جدا وتقدر تنزل لك مقالات كتير. لو دخلنا هنا دلوقتي هنلاقيها، المقال موجود، هنفتحه هتلاقيه موجود عندك كده. وطبعا هنا بيبقى فيه مصدر المقال اللي هو مكتبة حواء عشان ما يبقاش مخالف لجوجل. بس كده يعني بالشكل ده تقدر تنزل عدد كبير جدا من المقالات. وكثافة النشر عامة هي من عوامل التصدر في جوجل. لما تنزل مقالات كتيرة جدا، جوجل عامة هيرشحك أكتر، هتبدأ تجيب زيارات أكتر، فالموضوع مفيد فعلا وهيفرق مع موقعك كتير جدا. لكن الأفضل دايما إنك تعدل على المقال، تعدل على بنية المقال نفسه من الإضافة حتى نفسها. لو حابين نعمل لكم شرح تفصيلي للإضافة وإزاي تعدل عليها وإزاي تضيف إعلان في بدايتها وفي نصها والكلام ده، قولوا لي وهشرحه لكم. لو وصلت لحد هنا في الفيديو دوس لايك واشترك في القناة، لأن في فيديوهات جاية كتير قوية. وتابعنا أول بأول. سلام.